يا أهلا بيكم. لو بتسألوا نفسكم ليه قناة اليوتيوب بتاعتكم مش بتحقق الدخل اللي كنتوا بتحلموا بيه، فالسبب ممكن يكون أبسط وأخطر بكتير من اللي ممكن تتخيلوه. في الشرح ده هنكشف مع بعض الأخطاء الصامتة اللي بتدمر القنوات وبتمنعكم من تحقيق الحرية المالية. طيب، خلونا نبدأ بالصدمة على طول. الحقيقة المرة بتقول فيديوهاتكم ميتة والمحفظة كمان فاضية. ممكن تكونوا بتبذلوا مجهود جبار في التصوير والمونتاج، بس في الآخر محدش بيشوف. شعور محبط جدا، صح؟ بس استنوا، المشكلة مش في يوتيوب. الحقيقة إننا ممكن نكون إحنا اللي بندمر قناتنا بإيدينا بشوية أخطاء بسيطة بنعملها من غير ما ناخد بالنا. ولو فضلنا ماشيين على نفس الطريق ده، ففكرة تحقيق دخل أو حرية مالية من القناة دي هتفضل مجرد حلم بعيد. وعلشان نفهم خطورة الأخطاء دي لازم نغير طريقة تفكيرنا خالص. قناة اليوتيوب دي مش مجرد هواية يا جماعة، لأ، دي المفروض تكون أصل مالي، حاجة كده زي مشروع بتبنيه خطوة بخطوة عشان يبقى مصدر دخل مستدام ويحقق لك الحرية المالية. لما تفكروا فيها بالطريقة دي هتفهموا إن كل غلطة بتعملوها ليها تكلفة مادية حقيقية. في الدقايق اللي جاية دي هنمشي مع بعض على خريطة طريق واضحة جدا. هنبدأ من الباب الأمامي للقناة مع أخطاء الانطباع الأول، بعدين ندخل ورا الكواليس نشوف أخطاء عملية الإنتاج، وبعدها هنبص على الخريطة الاستراتيجية الكبيرة، وفي الآخر هنكتشف مع بعض إزاي نوصل لطريق الربح. يلا بينا نبدأ بأول وأهم قسم، أخطاء الانطباع الأول. الحتة دي خطيرة لأن المشاهد بياخد قراره في أقل من ثانية واحدة، والانطباع ده هو اللي بيحدد مصير الفيديو بتاعكم. أول غلطة كارثية هي الصورة المصغرة، الثامنيل. لو الصورة دي معقدة وزحمة ومليانة كلام، المشاهد مش هيفهم الفيديو عن إيه في لمحة بصر، والنتيجة بسيطة، هيعمل سكرول ويكمل ولا كأنه شاف حاجة. الصورة لازم تكون بسيطة وواضحة عشان تخطفه فورا. ولما المشاهد يتجاهل الفيديو، النتيجة هي الرقم ده: صفر. صفر مشاهدات يعني صفر إعلانات، صفر مبيعات. يعني من الآخر كده طريق الحرية المالية بتاعك اتقفل تماما. الموضوع مباشر وبسيط للدرجة دي. بس هنا في سؤال مهم، إيه فايدة إن الفيديو بتاعك يكون تحفة ومتكلف وفيه مجهود جبار، بس الباب اللي الناس بتدخل منه على قناتك مقفول؟ الباب المقفول ده هو عنوان الفيديو، والعنوان هو حارس البوابة لكل التعب والمجهود اللي عملتوه. لو معرفتوش تفتحوه صح، يبقى كل اللي جوه الفيديو ملوش أي قيمة. العنوان الممل أو اللي مش واضح بيقتل فرصتكم في جذب المشاهد. عنوان ضعيف يعني مشاهدات أقل، ومشاهدات أقل معناها فرصة دخل ضيعة. العنوان هو اللي بيحدد نسبة النقر للظهور، وده رقم مهم بيقول ليوتيوب الفيديو ده جذاب ولا لأ. العنوان لازم يثير الفضول ويخلي المشاهد مش قادر يقاوم إنه يدوس عليه. تمام قوي، كده خلصنا الانطباع الأول. تعالوا بقى ندخل أعمق شوية ورا الكواليس لأخطاء عملية الإنتاج نفسها، الحاجات اللي بتخلي شغلكم مش فعال. واحدة من أكبر الغلطات هنا هي بداية الفيديو الضعيفة. لو ما دخلتوش في صلب الموضوع على طول وخطفتوا انتباه المشاهد في أول كام ثانية، هيسيبكم ويمشي، وده بيدي إشارة لخوارزمية يوتيوب إن الفيديو ده مش مهم، فبتبدأ تقلل اقتراحه للناس، والنتيجة النهائية الأصل المالي بتاعكم ده بيقف نمو. وهنا بقى نيجي للغلطة القاتلة، التوقف وعدم الاستمرارية. ناس كتير بتقع في فخ المثالية أو بيجي لهم إحباط فيوقفوا إنتاج فيديوهات. التوقف ده يا جماعة هو أسرع طريق لموت القناة. الاستمرارية هي الموتور بتاع الأرباح، لما بتقفوا تراكم النتائج المالية بيقف هو كمان. ودلوقتي هننتقل للجزء الثالث من الأخطاء، وهي الأخطاء الاستراتيجية. ودي بقى الغلطات اللي بتخليكوا تشتغلوا كتير قوي بس مش بذكاء كفاية عشان تشوفوا نتائج حقيقية. النقطة دي بتلخص الحكاية كلها. ناس كتير بتشتغل بشكل عشوائي، مجهود خرافي ونتائج ضعيفة. الصح بقى إن الشغل يكون معتمد على البيانات والتحليلات. النجاح المالي بيتقاس مش بيجي بالصدفة. لازم تبصوا على تحليلاتكم زي رسمة الاحتفاظ بالجمهور عشان تعرفوا بالظبط المشاهدين بيزهقوا امتى. تجاهل الأرقام دي معناه إنكم بترموا لمجهودكم في محتوى مش بيجيب فلوس. وده فخ تاني كلنا بنقع فيه، انتظار المعدات الاحترافية. أنا هستنى لما أجيب كاميرا بروفيشنال. الحجة دي بتضيع وقت وفلوس. ابدأوا باللي في إيديكم دلوقتي حتى لو كان موبايلكم. كل يوم بتأخروا فيه البداية هو يوم بتأخروا فيه دخول أول دولار لمحفظتكم. وآخر حاجة في القسم ده تجاهل التفاعل. لما ما تطلبوش من المشاهدين يعملوا لايك أو يكتبوا كومنت، انتوا كده بتسيبوا الخوارزمية تايهة، مش بتبقى فاهمة قيمة الفيديو بتاعكم عشان توصلوا للجمهور الصح. ولو الخوارزمية ما فهمتش، الفيديو مش هيوصل لناس جديدة، وده بيحد من فرص نمو القناة وزيادة مصادر الدخل في المستقبل. طيب، بعد كل الأخطاء دي، إيه الحل؟ هنا بقى بنوصل لأهم جزء، طريقكم لتحقيق الربح. إزاي نحول كل الغلطات دي لفلوس حقيقية في حساباتكم؟
الملخص ده بيحط النقط على الحروف. كل غلطة ليها تمن مادي مباشر. انتظار الكمال بيأخر أول دولار يدخل جيبك. تجاهل التحليلات بيضيع مجهودك على محتوى مش مربح. وعدم الاستمرارية بيوقف تراكم النتائج المالية تماما. والخلاصة كلها وأهم جملة تطلعوا بيها من الشرح ده هي دي: استمراريتكم هي مفتاح محفظتكم. النجاح على يوتيوب مش سباق 100 متر، ده ماراثون، واللي بيكسب فيه هو اللي بيكمل وما بيقفش. في النهاية الأخطاء دي مش مجرد عيوب فنية، دي حواجز حقيقية بينكم وبين حلمكم. ودلوقتي بعد ما الطريق بقى واضح، إيه أول خطوة هتاخدوها النهاردة عشان تحولوا قناتكم من مجرد عبء لأصل مالي حقيقي؟ كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصلكوا فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.